السلام عليكم اخوان، كيف الحال؟ ان شاء الله مرتاحين. اليوم ردت اسوي فيديو بسيط هو، ولكن يعني محل نقاش يعني على الطاقة السلبية خصوصا. يعني الطاقة السلبية الصراحة هو شيء حقيقي. الطاقة السلبية هو شيء حقيقي وملموس، والطاقة الإيجابية أيضا. يعني هواي ناس تحكي بالطاقة وكذا، فهي يعني النقطة اللي توصلها أنه مثل ما تكون الطاقة الإيجابية معدية، الطاقة السلبية أيضا معدية. فالواحد لازم يبتعد عن السلبية ويفكر بإيجابية، ومو بس يفكر بإيجابية، إنما يعني يشتغل عليها، يعني يعمل الشغلات اللي تسعده. أي شيء إن شاء الله، جيم وكذا. يعني الصراحة أنا عايش، يعني أنا مرات أروح للبحر اللي جنبي، أروح وحدي أقعد بالساعات، أجيب قهوة أو كذا، أقعد قبال البحر بالساعات، أفضي مخي، أرتاح. يعني مثل الديتوكس يعني البرين. فالواحد لازم ياخذ باله من نفسه ويهتم بنفسه. لأن عدم الاهتمام بالنفس الصراحة، يعني لما أنت ما تهتم بنفسك ما تقدر تهتم بالثانيين يعني. وقد يسأل أو قد يفكر واحد أنه هل أنا أناني يعني إذا أنا اعتنيت بنفسي؟ لا، بالعكس. أصلا واحد لازم يكون أناني يعني حتى ال يعني احنا نريد حتى خلينا نقول كمعترف ديني، احنا نريد الجنة لأنفسنا يعني قبل أي أحد. فهذا شيء طبيعي. فالمهم واحد يعني يهتم بنفسه ويهتم بنفسيته. يعني يبتعد، مثلا أنا مثلا هواية مرات أبتعد عن أضواء المدينة، أطلع من برا البيت، مثل ما قلت أروح للبحر. إحنا عندنا ليك في كندا. كندا عندها يمكن 3 مليون بحيرة. هي معروفة بالبحيرات، يعني ليكس بالإنجليزي. فمثل ما قلت، نعم، يعني هو نوع من المديتيشن، نوع من الإحياء الروحي يعني. آه، فهذا اللي حبيت أشاركه. وشاركونا بالتعليقات، انت شلون تهتم بنفسك؟ شنو الفعاليات اللي تسويها؟ والحياة هي جيرني، الحياة هي مو سباق خويا الزمن او ويا الناس، لا، انما هي يعني هي مو شنو جيرني بالانجليزي بالعربي؟ رحلة. الحياة رحلة. الحياة رحلة، واحد لازم يتونس بها. حتى لو واحد يشتغل على أهدافه وما محققها، يعني إذا واحد ما محقق أهدافه يعني يضوج، يزعل، يتكئب؟ لا، بالعكس، أنا إذا أشتغل على نفسي وواحد يسوي اللي عليه والبقية على الله. يعني شلون يقول لك اسعى يا عبدي وأنا أسعى معك. يسوي أنا يعني أسوي بالعادة، يعني مو 100%، بل يعني أنطي 1,000,000%، 1000%. وشي يصير خير من الله. فالواحد دائما لازم عنده أمل بالله، أمل بالحياة. والخير جاي إن شاء الله. يعني تفاءلوا بالخير تجدوه. هذا يعني أنا المقولة هاي يعني كنت عبالي هيك مقولة اعتباطية، بس طلعت حديث نبوي. يعني تفاجأت أن الرسول قايل عليه الصلاة والسلام تفاءلوا بالخير تجدوه. عرفت شلون؟ فإحنا نتفائل بالخير على مستوى فكري، ومن يعني هو هذا
شلون نقول، راح ينعكس على الأفعال. فتحياتي والسلام عليكم. خالد العراقي.